بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي طلاب الصف السادس. وصلنا مع بعض إلى حل أسئلة الدرس الأول. الفكرة الرئيس: ما مستويات التنظيم البيئي وما أهميته؟ عرفناها، هي مستويات تبدأ بالفرد ثم الجماعة الحيوية ثم مجتمع حيوي. طيب، أهميتها تسهيل دراسة الأنظمة البيئية وفهم العلاقات بين المكونات الحية وغير الحية فيه. فإذا بهذا الشكل كان عندي إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني بيقول لي المفاهيم والمصطلحات. أضع المفهوم المناسب في الفراغ. تصف مدى الاتزان بين مكوناته الحية من ناحية ومكوناته الحية وغير الحية من ناحية أخرى، فتكون عندي الإجابة صحة النظام البيئي. 2 بيقول لي أنواع جديدة تدخل إلى نظام بيئي لم تكن موجود فيه من قبل، فتكون عندي الإجابة الأنواع الغازية. 3 بيقول لي أتنبأ ماذا يحدث للنباتات في نظام بيئي ما نتيجة دخول الأنواع الغازية تتغذى به، فتكون عندي الإجابة تقل النباتات فيه وقد يؤدي إلى اختفائها. السؤال الرابع بيقول لي هل يؤثر دخول الأنواع الغازية إلى النظام البيئي دائما سلبا؟ فنقول تكون الإجابة لا. أمثلة: يمكن أنواع دخيلة من النباتات تكون غابات في النظام البيئي الذي تنتقل إليه يستفاد منها في الحطب. وأيضا قد تكون هذه النباتات أو الأنواع الغازية مصدرا للغذاء لكائنات حية أخرى، أي تكون نوع من الموارد. مثال آخر: بعض أنواع من الأسماك الغازية قد تكون غذاء للإنسان يقوم باصطيادها أو أسماك أخرى تتغذى عليها. فإذا مش شرط أنه دائما الأنواع الغازية بتأثر عندي سلبا، مرات يكون في لها تأثير إيجابي. عندي السؤال الخامس بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. تشكل المكونات الحية وغير الحية، فتكون عندي الإجابة جيم النظام البيئي. فإذا بهذا الشكل أعزائي وأحباء الطلاب كان عندي إجابة الدرس الأول. نلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم. تنبيه: الكتاب في النسخة القديمة كان مسمي الأنواع الغازية أنواع دخيلة، ففي بعض الحلول يكون موجود كلمة الأنواع الدخيلة هي نفسها الأنواع الغازية. شكرا لكم والله يعطيكم العافية.